صلاح الدين عقال الآن يلعب الكرة الأمامية وفرصة، لكن الأربع أو الفرق من الوحدة والفتح والقادسية ونجران والتعاون 5 فرق، بينما الحزم عنده 6. ويعني أتصور أن يعني خلاص هذه كرة أمامية الآن تصل لصلاح الدين عقال، يحاول المرور، يلعب الكرة العرضية والكرة بالجول. هدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق عبد المجيد الرويلي. عبد المجيد الرويلي إذا يسجل للرائد الهدف عن النقاط الثلاث أمام الأهلي، وبالتالي كرة أمامية الآن لصالح الغوينم، يحاول للرائد على الجهة اليمنى. صالح يعيد الكرة إلى الخلف، التسديدة ربما تأتي والعرضية ملعوبة والكرة لموسى والكرة تنحط، لكن المرزوقي يبعد الكرة إلى خارج ملعب. موسى الشمري في وسط الملعب، منقولة إلى الأمام في المكان السليم. لاحظ الأماكن الخالية في دفاع الحزم، والكرة فيها محاولة من الغوينم، يمر الغوينم ويحط كرة بالجول، لكن الكرة تمر إلى خارج الملعب. يلعب الكرة لصالح الغوينم، طويلة من صالح إلى الأمام، يبحث عن موسى الشمري، لكن الكرة تمر من كرة أمامية ملعوبة وتصل لصلاح الدين عقال، وإمكانية الثاني لكن تأخر فيها صلاح الدين عقال. ثالث تصنيف آسيا بعد كوريا واليابان، وكرة أمامية وكرة تصل عند صالح الغوينم وفرصة للثاني الآن. الغوينم يسدد كرة، لأن الرائد ربما يعني سيسجل ثاني إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه. هذه الكرة المخطوفة من العبيلي ومحاولة من جانب صلاح الدين عقال، والكرة عند موسى يمر وحكم المباراة. يلعب الكرة لمجيد، ثم الكرة طويلة إلى الأمام ما فيها التسلل لصالح الغوينم، وفرصة للثاني والتسديدة القوية إلى خارج الملعب. كان موسى ينتظر الكرة أن تأتيه، لكن الغوينم يستخدم القوة ويسدد إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ الكرة الماضية ما كان فيها تسلل، وبالتالي وصلت للغوينم الذي سدد الكرة ومرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لمصلحة الحزم. الحزم ربما كان يأمل، لأن عبد المجيد الرويلي يلعب كرة بينية وكرة عند موسى الشمري، لكن خروج حارس المرمى لعبدو حكمي أمامية. عبدو منقولة لموسى الشمري، ينطلق إلى الأمام موسى ويحاول